السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ تيجي نعمل النهاردة مع بعض الباستا فلورا بطريقة سهلة وبسيطة جميلة جدا وهتحبيها تفطري بيها مع كوباية شاي. الطعم بتاعها حكاية. تعالوا اقول لكم انا عملت الباستا فلورا ازاي. هبدأ بقى ان انا اجيب البولة بتاعتي، هبدأ ان انا انزل فيها بكوباية من السكر، بنفس الكوباية هعاير بيها كوباية من السمنة، وممكن تعملي خليط ما بين الزيت والسمنة عادي مفيش مشكلة. هبدأ بقى ان انا ادوب السكر مع السمنة كويس لحد ما يدوبوا خالص ويعملوا معايا فوم ابيض. كده كانت عملت معايا الفوم الابيض. هبدأ ان انا انزل بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ بتاعتك مش من التلاجة. وهنزل بكيس من الفانيليا او مع نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وابدأ ان انا اخلط البيض والفانيليا مع السكر والسمنة، وابدأ ان انا اخلطهم كويس اوي مع بعضهم. هبدأ بقى ان انا انزل بالدقيق بتاعي اول كوباية تاني كوباية. هبدأ ان انا انزل باربع كوبايات من الدقيق، يعني المقدار ده خد 4 كوبايات دقيق مني بالظبط. انا كنتش نزلت بالكوباية الرابعة كلها، يعني سبت نصها بس هي برضو احتاجتها، العجينة السائل بتاعها احتاجها، فحطيتها. نزلت بقى بكيس البيكنج باودر قبل ما اخلط المكونات كلها مع بعضها، وابدأ ان انا المها. انا مبعجنش فيها، انا بلمها بس مجرد ان الدقيق يشرب من العجينه من الخليط بتاعي السوائل بتاعتي. حطيت نص كوبايه الدقيق التانية، طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ملمسها ناعم وريحتها تحفه. هبدا بقى ان انا اخد جزء صغير من العجينه، مش هاخد جزء كبير، هاخد جزء صغير بس خالص. بعد ما اخد الجزء الصغير دوت افصله عن العجينه كلها، هعمل بيه ايه؟ هبدا ان انا احطه في الفريزر لحد ما اشوف انا هعمل ايه في باقي العجينه. هبدأ اجيب صينية مقاس وسط. عندك اي صينية بقى انت حباها عايزة تفردي فيها العجينة براحتك، دي ترجع لك انت. انا جبت الصينية بتاعتي وبدأت ان انا افرد فيها العجينة بتاعتي. هي العجينة ما بتبقاش تخينة ولا رقيقة قوي، ولا تخينة قوي ولا رقيقة قوي. هجيب بقى الحشوة دي اللي انت تحبيها واللي ترجعلك. عايزة تحشيها مربى، عايزة تحشيها شوكولاتة، اي حاجة انت حباها وحابة طعمها احشيها بيها. هبدأ بقى ان انا افردها بالشكل دوت، وهبدأ اجيب الجزء اللي انا عينته في الفريزر، وهجيب المبشرة وابدأ ان انا ابشر بيها على العجينة والمربى. هبدأ ان انا ابشرها من الجوانب، ابشرها كلها وادخلها الفرن وتطلع معايا بالشكل دوت. ريحتها تحفة بجد، ريحتها قلب الشقة، ولا طعمها بقى دقوها هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نقدمها سوا. انا قطعتها وقدمتها بالشكل دوت. لو حابين ان انتوا لو عاملينها مدورة قطعوها مثلثات هتبقى شكلها حلو جدا. بصوا الحشوة بتاعتها وسمكها ولا تخين ولا رقيق، عشان هي رفعت من البيكنج باودر. طعمها حكاية. جربوها بالطريقة ديت، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس.